السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين يا رب وفي احسن حال. كل سنه وانتم طيبين جميعا، ربنا يعود عليكم الايام بخير. احنا طبعا في كام يوم حلوين جدا جدا جدا. ربنا يتقبل مننا جميعا ويغفر لنا ويسامحنا جميعا يا رب، ويرزقنا من حيث لا نحتسب جميعا. النهاردة يعتبر كده تالت يوم أو نص شعبان. صيام طبعا، صايمين. في ناس هتكمل بقية الأسبوع وفي ناس هتصوم التلات أيام دول وخلاص. فربنا يكرمكم جميعا إن شاء الله، ويرزقكم الخير والبركة من حيث لا تحتسبوا. ان شاء الله في كام فيديو حلوين كده هنعملهم علشان خاطر رمضان. اتمنى باذن الله يعجبكم. بصوا، قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا انا عندي فكره حلوه قوي عايزه انفذها معاكم. يا رب باذن الله تعجبكم. شفت ناس كتير جدا بتعملها من زمايلي وصحابي وكده، فانا قلت ممكن اعملها انا كمان. انا كان عندي البرطمان ده، برطمان يعتبر فاضي، كان بتاع ورق العنب ونضيف تماما مفيهوش اي حاجه. هعمل فيه ايه؟ هجيب ورق ابيض وهقطعه حتت صغيره على قد الاسامي. اي حد عايز يدعي، عايز دعوه معينه او بيتمنى من ربنا حاجه معينه، او يعني عايزني ادعي له دعوه معينه هو في دماغه نفسه ربنا يحققها له، هيكتبها لي. هيكتب لي اسمه في الكومنت واكتب لي تحتيه الدعوة بتاعته، وانا هكتب في ورقة، يعني هجيب الورق الصغنن ده وهقطعه وهكتب في كل ورقة الاسم وتحتيها الدعوة اللي هو شخص عايزني ادعيها له بيها. وهيفضل على 30 يوم. يعني مثلا جمعت 30 ورقة، يبقى كل يوم على مدار ال 30 يوم بتوع رمضان. طب مثلا جمعت اكتر من 30 مش مشكلة، ممكن اخد كل يوم ورقتين او 3 على حسب الورق اللي هتجمعه، على حسب ما انتوا هتكتبوا لي الاسامي. وطبعا مش هنسى صحابي واهلي والناس دي كلها وانتم معاهم. حبيت اشارككم الفكره معاهم. يعني مش هيبقوا الناس القريبين ليا بس اللي هم صحابي اللي اعرفهم وزمايلي وقرايبي واخواتي والناس دي، لا، هتبقوا انتوا كمان معاهم. اي حد عايز دعوه معينه من ربنا او نفسه ادعي له دعوه معينه، ما هي دعوه الغريب مستجابه. يعني انا سمعت ان بيقولوا ايه، دعوة 40 شخص غريب بتكون مستجابة للشخص ده. فانتوا شوفوا انتوا عايزين ايه، وربنا يتقبل منكم جميعا ويجعله في ميزان حسناتنا ان شاء الله. يلا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. هنتكلم النهاردة عن تجربتي مع، طبعا في ناس كتير جدا 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 عارفينها ايه، في ناس برضو اكتر ما تعرفوش او ما جربتهوش، تعرفها بس ما تعرفش ريفيو عنها. فان شاء الله انا مش بعمل دعاية للمنتج والله ولا اي حاجة، بس مجرد حاجة عجبتني فطلع افيدكم بيها مش اكتر. لمامة الوبر بتاعت سكاني. بصوا اكيد شكلها معروف جدا، يعني انتوا يعني غنية عن التعريف. ناس كتير جدا جدا يعني جابتها وجربتها وعجبتها بصراحة. فقلت ليه لا، اما انا كمان اجيبها واجربها كمان. أنا عندي حاجات كتير جدا جدا بتبقى مليانة وبرة، فقلت اما نشوف هي فعلا بتلم الوبرة ولا لا. بس بصراحة النتيجة طلعت فوق 10 من 10. لقيتها فعلا بتعمل الكلام اللي هما بيقولوا عليها، وان هي فعلا تستحق التجربة بمعنى الكلمة. اول حاجة تعالوا نفتحها مع بعض. مبدئيا كده انا فتحتها واشتغلت بيها علشان اجربها، واشتغلت بيها كذا مرة كمان، فلقيتها بصراحة في كل مرة ممتازة. هي كمان مش رخيصة، يعني ديت عاملة 150 جنيه. انا كنت فاكراها مثلا 40 50 جنيه بكتير، لقيتها بتقولي 150 جنيه، وانا جايباها كمان من شهرين ونص، يعني مش دلوقتي خالص، معرفش دلوقتي وصلت لكام. بس بصراحة هي جميلة جدا وعملية، وهتلاقيها مريحاك في حاجات كتير. حتى كمان لو انت عندك ترنج قديم ولا حاجة او اي حاجة قديمة، هدوم عندك مليانة وبرة، لما مجرد ما تشتغلي بيها تحس ان الترنج رجع جديد. يعني دي حاجة بصراحة في حقها كويسة جدا. انا هفتحها كده عشان اوريكم. انا طبعا بنضفها وبرجعها تاني، بس اخر مرة تقريبا ما نضفتهاش فمعلش بقى. بصوا كنت مستعجلة يعني. اول حاجة انا فتحت العلبة اهي، هي محطوطة كده. بصوا شكلها كده اهو. اول حاجة ده جهاز اهو، الجهاز شكله اهو يا جماعة. انا نضفت بيها على فكرة، انا عملت بيها بنطلون بتاع كوكي، فشكلها باين مقرف اوي. والسلك بتاعها لسه ما استعملتهوش بصراحة. السلك ده يعتبر وصلة بتخش فيها. بصوا وصلة بتخش فيها من هنا
والناحيه التانية الفيشه، وبتوصلها بالشاحن عشان تتشحن زيها زي الموبايل عادي، اي جهاز بيتشحن. في قطعه الغيار ديت، ده الموس اللي بيلف في قلبها من جوه، بس دي قطعة تانية زيادة غير اللي هي فيها، يعني هي فيها واحدة تانية زي دي، تمام. ومش تصغنن كده تقريبا عشان تنضفي بيه الوبر اللي هو الزيادة اللي بيبقى عليها، تخليها نظيفة تماما. مبدئيا كده هي بصراحة كتقفيل شكلها حلو جدا بصراحة. وده الغطا بتاعها فيه كفر او غطا ليها من فوق كده، بتتفتح وبتبدأ تشتغل كده. بصوا عاملة زي مكنة الحلاقة بتاعت الرجالة، لما بتشغلي المكنة بتبقى باينة اوي. والراجل لما جاي يجربهولي فتحها لي كده، قال لي دي بتتفتح، يعني الجزء ده بيلف كده وبيخرج، بجزء وبيخرج، وهي الجزء التاني اللي موجود اللي انا وريتكم زيها اهي. انا طبعا اشتغلت بيها، فطبعا ما اتنضفتش من اخر مره امبارح بالظبط يعني، فما لحقتش. فاهو كده بتقفل كده، وبتبداي تمشي الحته دي كده على ايه مكان الوبره، واطلع لك الوبره تماما. هنجربها دلوقتي على قدامكم. ده بقى الخزان اللي بتميل الوبره. بصوا الوبره شايفينها عامله ازاي؟ طب انا ايه افتحها ازاي؟ هي بتتفتح كده، فتحتها بدفعه مره قبل كده، وقعت لي كل التراب اللي على البتاع على السجاده. بصوا اهي اتفتحت، طلعت لي الوبره كلها. بصوا اهي كده كده. انا لو عايزه انضفها، هجيب التراب ده كده هنا اهو، والفرشه اهي دي كده، احاول ايه بالراحه كده او بايديا او منديل او اي حاجه، وهرجعها تاني مكانها كده اهي، زي ما تقولي ايه كليبس بيركب فيها كده. سمعتوا صوت التكه؟ بس كده. بصوا كده انا جبت لكم البنطلون بتاع كوكي اهو. بصوا شكل الوبر عامله ازاي، الوبر مبهدلاه اصلا، شايفين شكله؟ الكاميرا طبعا يعني ما شاء الله مبينه كل حاجه. بنطلون الترنج بتاعه الوبر مبهدلاه، فاحنا هنعمل على جنب واحد وهنسيب الجنب التاني ونشوف فعلا هي هتطلع الوبر ولا لا، وهنعمل الجنب اللي مليان ده اكتر. ماشي، فيلا بينا واحده واحده كده نجربها. نفتحها كده من الزرار. كده خلصت. اعتقد النتيجة بانت من شكلها اصلا، مش محتاجة اتكلم، هو بيتكلم عن نفسه المنتج. بصوا البنطلون اللي اتعمل اهو، الجزء اللي اتعمل اللي انا عملته، البنطلون والله العظيم رجع كأنه جديد. ده رجع كأنه اصلا ما اتلبس. بصوا عملت الجنب كله بالحته اللي فوق دي الاستك، وكمان الحته دي كلها كانت مبره والله. بصوا بقت طريه وناعمه خالص. بصوا بقى الجنب اللي ما اتعملش، شايفين الوبره؟ في فرق شاسع، شايفين الفرق عامل ازاي؟ حقيقي اختراع. انا قلت لكم في البدايه انا مش بعمل دعايه للمنتج، انا مش هستفاد حاجه اصلا، بس الفكره ان انا يعني طالعه افيدكم بيها وخلاص. يعني بجد هي تستحق التجربه. اي حد جربها او لسه هيجربها يا ريت يقول لي عملت ايه معاه في الكومنتات، هستنى كومنتاتكم ان شاء الله. كده انا خلصت معاكم الفيديو بتاعي. اتمنى باذن الله يكون محتوى خفيف على قلبكم كده وتقدروا تستمتعوا بيه. ما تنسوش بقى تعملوا لي سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو النهارده تدوسوا لي لايك ليه. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.